السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه النهاردة؟ هنعمل وجبة غدا بنروح ناكلها في المطاعم بتمن وقدره. النهاردة هنعملها في البيت بأبسط المقادير وبطريقة مختلفة وبتتبيلة مختلفة ومميزة، خلطة كده في منتهى الجمال، سواء في تتبيلة الفراخ أو في الرز نفسه مبهر بشوية إضافات والخضار اللي عليه. الأكلة كده كلها على بعض في منتهى الجمال. غير انكم تجربوا الطريقة دي، متأكدة انها تعجبكم جدا. يلا بقى ندخل على الطريقة والمقادير وطريقة التحضير. بس قبل ما ندخل عليها ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وكومنت، واللي اول مرة يتابع قناتي على اليوتيوب يعمل لي اشتراك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. يلا بينا نشوف الطريقة والتحضير. معانا هنا حوالي نص كيلو لكيلو الا ربع. اول حاجة هنجهز تتبيلة الفراخ. تمام، انتوا ممكن تستخدموا الصدور وممكن تستخدموا الوريك حسب المتوفر عندكم. وهنقطعها كده يعني على قد الصابع كده السبابة. تمام، شرايح كده حسب المتوفرة زي ما انتم شايفين. ندخل بقى على ميكس التوابل. عندنا ايه؟ ملح وفلفل وبودرة بصل وتوم باودر وبابريكا وسنة من الشطة، واللي عندنا ده فصين من التوم، وعندنا شوية زيت زيتون او زيت طعمه حلو عامة، بس الفراخ بتحب زيت الزيتون. ومعايا في الكوباية برضو الصغيرة دي حوالي 4 معالق من الخل. ندخل بقى عشان نتبل. اهو جبنا الفراخ، هننزل عليها بالبهارات بتاعتنا. نسيت اقول لكم ان هنحط شطة بسيط من الشطة، هي مش سبايسي بس تدينا سنس كده. اللي بيحب سبايسي يزود في الشطة خالص. تمام، اهو نزلت بالزيت والخل والتوابل بتاعتي كلها. هبدأ بقى ايه؟ اجيب عسل اهو، فصين توم. البطل بتاعنا هو معلقة عسل ابيض عشان تظبط الدنيا كده وتعادل الحموضة والطعم يبقى حلو وتظبط الطعم خالص، والملوحة بتاعت الستريبس بتاعنا اهو. مش كتير يعني، انا هرجع الباقي ده. تمام، هايل. يلا بقى نبدأ نقلب الكلام ده كله مع بعض. عايزاه تتبيلة محترمة كده اهو. بعد ما قلبتها بقت حلوة خالص، ريحتها عايزة اقول لكم في منتهى الجمال كانت. هحطها في التلاجة تقعد ليلة كاملة. لو انتي مستعجلة يبقى قبلها بساعتين تشتغلي فيها. نبدأ بقى نجيب حلة كده ونحط فيها شوية زيت وننزل عليها ببصلاية ونحط الخضار بتاعنا، الخضار اللي هو ايه؟ البسلة والجزر. هبدأ اقلب الكلام ده كله مع بعض. عايزة تحطي كوسة، عايزة تحطي فاصوليا براحتك، بس انا متوفر عندي البسلة والجزر. هقلبهم كويس جدا مع البصلة لغاية لما البصلة تدبل خالص، تدبل مش تحمر ولا تصفر، تدبل كده. هنزل بالملح وشوية فلفل اسود، وهنزل ببسيط من الكركم. انا عايزاها بس تلون معايا، مش عايزة طعم الكركم يظهر. وشوية بسيطة برضو من الشطة. وهنزل بمعلقة حلوة كده من بهارات الفراخ، دي اللي هتعزز لي الطعم وتخلي الاكل عالي العال وتعلي التست معايا. تمام اهو. وهبدأ اقلب الكلام ده كله مع بعض كويس جدا. وهنزل بايه بقى يديني طعم وريحة كده؟ عود من القرفة الخشب، عود واحد بس، مش عايزة اكتر من كده. يديني بس طعم كده وطعم القرفة يظهر كده. بسيط من القرفة هيظبط خالص معايا برضو اهو. كل ما تضيفي بهارات كل ما تديها طعم، بس لازم تكون البهارات في محلها عشان ما تمررش معايا. ادينا هنا زودت المية، هسيبها تغلي خالص. تمام، وهنزل فيها الرز. وهسوي بقى طريقة سوى الرز بتاعي العادي، ان انا اهدي النار واسيبه يستوي خالص. ندخل بقى نعمل الكفر بتاع الستريبس. جبت هنا دقيق ونشا، شايفين اللون اهو الابيض خالص ده النشا ودقيق. لازمة النشا هنا عشان تفضل الفراخ بتاعتي مقرمشة لأطول وقت ممكن. تمام، ونزلت هنا برضو بسيط من الكركم، معلقة شاي كده صغيرة، والملح. وهنزل ببهارات فراخ سنة برضو مش كتير. وهبدأ اقلب الكلام ده كله مع بعض. تمام اهو هقلبه اهو. هبدأ بقى اخد جزء من التتبيلة دي
في بولة كده او في طبق، واحط عليها شوية مية عشان اعمل قرمشة او الكرانشي بتاع الفراخ. تمام. انا مش هحط بيض خالص في الوصفة دي احسن حاجة من غير بيض. تمام اهو. حلو قوي. هحط المية وادوب الدقيق فيها اهو. الخطوة دي مهمة جدا، هتطعم لي الفراخ وتخلي شكلها حلو خالص، وتحافظ على شكلها وشكلها مكرانشي كده ومقرمش اهو. ما تنسوش تعملوا لي اشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. هنجيب بقى الفراخ بتاعتنا والدقيق والخلطة السايلة بتاعتنا، ونبدأ نجيب الفراخ نحط في الخلطة السايلة، وبعد كده نطلعها نحطها في الدقيق. نكون مشغلين النار طبعا، النار، ونحط عليها الزيت على البوتاجاز. تمام اهو. وهنبدأ نقلب الكلام ده كله. هنزل من الخليط احط في الدقيق اهو. حلوة خالص زي ما انتم شايفين كده. وهبدأ اغلف الستريبس بتاعتي بالدقيق، تتغلف كده. وهدي الطاسة طبعا شغالة تحمى، انا عايزاها حامية خالص على البوتاجاز، طاسة الزيت اهو. ممكن تحطيها في الاكتي فراي براحتك خالص، وبخيتين زيت كده عليها اهو. هنقعد ننفض كده ونغلف وننفض، نغلف وننفض، عشان تدينا الطبقة المكرمشة كده بتاعت ستريبس KFC اهو. تمام. الزيت اهو، هبدأ انزل بيها في الزيت المغلي. نزلت بالكمية اللي انا عايزاها في الزيت. بصوا شايفين بدأت تعمل ازاي تكرمش ازاي. خلصت معانا. نبدأ بقى للتقديم. التقديم ده بتاعك انتي. كده الفراخ جهزت معانا والرز جهز معانا. طريقة التقديم دي بتاعتك انتي وذوقك. شايفين يا جماعة؟ غرفت بالشكل الجامد ده. غرفت في بولة كده في النص فاضية، ومليت الفراغ بتاعي ده بالفراخ، وعملت طبعا جرنش على الجناب دي كلها خضرة، وقليت بطاطس وحطيت عليها. شايفين شكلها عامل ازاي؟ شوية كاتشب كده من على الوش من فوق. عايزين تحطوا هوت صوص دي براحتك انتي. يلا بقى، ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وكومنت، واللي اول مره يتابع قناتي على اليوتيوب يعمل لي اشتراك في القناه